طفل وامرأة كانت ضحية انهيار جسر غماس الحديدي، الجسر الذي يعود تاريخ إنشائه إلى ثمانينات القرن الماضي. كان يستخدم لنقل الحبوب والتمور، ومنذ ذلك التاريخ لم تجرى له أي عملية صيانة تذكر بحسب الأهالي، لتأتي شاحنة الحمل هذه لتكون سببا في انهياره. هذا الجسر انشأ 1983. من 83 لحد هسه 2015 34 سنة ماكو إدامة عليه. الجسر هل من المعقول 70 متر ما بي فد ركائز من الوسط؟ ركائز ما بي. زين البراغي مالته ماكو، يعني هشه. اثناء ما اجى السائق يعني فجأة راسا عطى من نفسه. هاي تدري السيارة من تمر عليه وما بي ركائز الجسر يصير شوية ثقل يطي من نفسه، فراسا هو ما سيطر عليه. واحنا اللي هاي مثل ما قلت لك ضحينا منه ولايتنا يعني انفس طيبة. اولا انا بنية راح من عندي، عرفت؟ وانا ما احب غير اوجه بس حكايه واحده للحكومه، خلي كل انسان مواطن مثلا عنده منصب ويروح من عنده بنيه، فيش موقف شنو اللي يسوي؟ ولعل غياب الصيانة والعلامات المرورية والتوضيحية كانت أسبابا كافية لتحميل مديرية ناحية غماس جزءا من المسؤولية للجهات المختصة في الحادثة، فيما ترى مديرية طرق والجسور الديوانية إن الحمولة الكبيرة لصاحب الشاحنة هي من أدت إلى انهيار الجسر. لا يوجد أي علامة أو صيانة خلال هذه الفترة من قبل مديرية الطرق والجسور، وحسب قانون 35 اللي هو يلزم بأنه تكون هناك صيانة لقضية الجسر. لم نرى أي أضرار أو ظاهرة على جسر باعتباره جسر حديدي أنشئ بعام 83 وهو جسر معلق، إلا أنه لازم يكون هناك فحص دوري من قبل الجهات الفنية لتقدير إمكانية أنه استيعابه لتلك الحمولات أو عدم استيعابه، ووضع الأوزان المطلوبة التي يقرها القانون. من أن الجسر بحالة إنشائية جيدة ولم تتم عليها الصيانة، والجسر ذات حمولة قصوى 20 طن، والقاطرة والمقطورة ذات حمولة أكثر تزن من قرابة 95 طن، مما أدت إلى انهياره بالكامل. حادثة انهيار جسر غماس الحديدي قد تبعث برسالة إلى الجهات المختصة بضرورة الاهتمام بالجسور القديمة وصيانتها حتى لا تتكرر هذه المأساة في مناطق أخرى. من الديوانية أحمد الجبوري، الغدير.